ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدي الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. اليوم غادي نقدم لكم قريشلات أو فطائر ديال البطاطس إن شاء الله، يعني على شكل قريشلات، غير هما كيختلفوا في لي زانغريديون، كيختلفوا في المقادير. غادي نمشيو إن شاء الله مرحبا، نمشيو ونشوفوا المقادير ديالنا والطريقة باش نطبقوا هذه الوصفة اللي كتجي رائعة وخفيفة بإذن الله. ومرحبا. هنا عندنا واحد 800 غرام ديال الدقيق، غرام ديال السنيدة، 150 غرام ديال السنيدة. هنا ان شاء الله عندنا واحد 30 غرام ديال الخميرة ديال العجين، كنخليوها حتى الاخير ان شاء الله. هنا عندنا زيت، يعني الزيت واحد 120 غرام ديال الزيت، ها هي. وهنا ان شاء الله عندنا البطاطا 400 غرام، كنعبروها بالقشرة ديالها، كنغسلوها، كنديروها تسلق مزيان. ملي كنسلقوها يعني كنحيدوا لها القشره، كتبقى لنا فيها واحد 350 غرام ديال البطاطا هي اللي بقات. يعني ديروا 400 غرام بالقشره ديالها ونقيوها وصوبوها. اللي بقى لكم ديروه ان شاء الله في الفطائر ديالكم اللي غادي يجيو رائعين باذن الله. غادي نديروا هاد البطاطا هكا، غادي نحيدوا نديرو كاع البطاطا ديالنا كلها. ان شاء الله غادي نديرو 2 بيضات هكا. كيبقى لينا الحليب عندنا تماك واحد نصف لتر ديال الحليب ان شاء الله، وكان يكون سخون شويه كنسخنوه. يمكن لينا نديرو يدخل لينا تماك نصف لتر، ويمكن لنا قل من نص لتر، ويعني ما نقدرش لانها على حسب الطحين ديالنا هو اللي غادي يحكم ان شاء الله. غادي نشوفوا شحال ما دخل لينا، غادي نقولوه لكم. الماكينه ديالنا غنضيفوا الحليب شويه بشويه. الحليب ديالنا دافئ ماشي طايب، دافئ. يعني غادي نشوفوا شحال غادي ندخلو، غادي نقول لكم تقريبا الكميه مباشره. نضيفوا شويه د الملحه العجين ديالنا، واحد 20 غرام تقريبا ديال الملحه. وغادي نعجنوا العجين ديالنا مزيان ان شاء الله. غادي نضيفوا الخميره 30 غرام ديال الخميره، نطفيو على العجين ديالنا. ها هو كان نعجنوه مازال بليد شويه، يعني حيت العجين ديال البطاطا، هاد الكريسه ديال البطاطا كيخص العجين ديالهم يجي معجون مزيان باش كيجيو الكريسات ديالنا رطبين وكيجيو رائعين باذن الله. ها هو
هنا كنقطعو الكريسه ديالنا الفورمه اللي بغيناهم كبار بغيناهم صغار. باش ما خليناهم يخمروا باش ما كيجيو اروح وكيجيو رطبين بزاف، هما راه زوينين في الاكل ديالهم كيجيو لذاذ. البطاطا ديالنا بطبيعه الحال ما نساوش اننا نطيبوها نسلقوها، نحيدوا ليها القشره، غير ديك القشره كتحيد ديك الساعه سهله غير باليد، وبعد ذلك نقطعوها مرصوات صغار ونطحنوها في شي طحانه يعني، ولا نعبسوها بشي معلقه تعبس مزيان تجي بحال العجينه، هي اللي كنديرو مع العجين ديالنا ان شاء الله. ديالنا كنزيروهم بحال هكا دائما الجنب ديال الرحه ديالكم كدوروا بها الكره بحال هكا باش تزير لتحت هنا، سمعتي باش نسدوها. ها نتوما شفتوا بحال هكا هكا كتزير مزيان وكترجع ليس من الفوق، كترجع مقاده من الفوق هكا. حنا نعاودو مازال وحده. دائما الكره ديالكم كتوركوا عليها بحال هكا بهذه الطريقه ان شاء الله باش تحصلوا على نتيجه مزيانه. نوركوا على الكريات ديالنا دائما كنخليو الفرق باش ما يجيوناش لاصقين، حيت غادي نخليوهم يخمروا مزيان يعني هكا، ما غاديش نبسطوهم اكثر من هكا، غادي نبسطوهم غير شويه بحال هكا هكا. وركوا عاد تقادو ان شاء الله بحال هكا بحال هكا بحال هكا. وغادي نخليهم تقريبا ساعه الا ربع حتى لساعه المكانه حتى يخمروا مزيان ان شاء الله. بالنسبه للحليب ديالنا راه درنا 250 غرام هي اللي شربت لينا العجينه ديالنا، يعني كنا حطينا 500 غرام ولكن 250 غرام هي الكميه الكافيه لهذا الحليب ان شاء الله. بعد ما خمروا الخبيزات ديالنا بالبطاطا كندوريوهم، يعني كندوزو لادوري. دائما راه كنصحكم على لادوري يكون مزيان يتخلط مزيان، ما يجيش غير مخلط شويه، خصو تخلطوه مليح. يعني ملي كتهرسوا بيضه او جوج بيضات كطربوهم مزيان باش كيجي واحد اللون، ما يجيش ما يجيوناش الخبيزات ديالنا ما عندهمش المنظر. هانتوما كتشوفوا كندوزو لادوري ديالنا من الجناب كندوزوه الوسط وفي كل جهه ان شاء الله باش نحصلوا على لون مقاد ديال الوجهيه ديال الخبيزات ديالنا ان شاء الله. الوجه ديال الخبيزات ديالنا والوجهيه بحال يعني وجهيه وجه. كنديروا على شكل ورده، كنديروا على شكل ورده الفوق بحال هكا. كنعمر هذا الوسط شويه بالجنجلان باش كيجيني واحد الديكور زوين في الخبيزات ديالي. ديكور ديال الجنجلان بحال هكا كيجيو رائعين بحال هكاك. ندخلو الكريسات ديالنا بعد ما خمروا دوريناهم زوقناهم بشويه الجنجلان من الفوق، درنا الطاوه مزوقه ودرنا الطاوه سامبل بحال هكا بدون زواق. كندير الفران ديالي على 185 درجه وكنطفي عليه الفرفاره ونخليهم يطيبوا على خاطرهم يعني ان شاء الله باش يجيو زوينين. لازم كلنا نشعل ليهم من التحت مزيان، وين ما تشوفوش فيا درت الطاوه هنا ومشي اللي عنده فران الغاز يدير الطاوه من التحت، دير طاوه وحده من الفوق شعلوا ليه من التحت بالمهل ومن الفوق ريحه العافيه ريحه العافيه. ومن الاحسن ما تشعلوش ليه ديال الغاز من الفوق، خليوه حتى يتحمروا تيبان الحموريه مع قريش مع سميتو ديالنا مع الفطائر ديالنا البطاطس من التحت، عاد ديك الساعه نشعلوا ليه واحد شويه باش يتحمروا ان شاء الله. طبعا هادو هما الفطائر ديالنا ان شاء الله ديال البطاطس، يعني على شكل قريصات بحال شكل القريشلات، غير هما فيهم البطاطس معجونين مع البطاطس كيجيو من اروع ما يكون. يعني هانتوما شوفوا يعني كتجي خفيفه جدا جدا جدا، يعني خفيفه
اكثر من اللازم ان شاء الله. نتمنى منكم تجربوها بهذه الطريقه وغادي تحصلوا على نتيجه رائعه ان شاء الله. بالنسبه للحليب حطينا في المقادير 500 غرام ديال الحليب، وقلنا لكم يمكن لنا نديروها كامله، يمكن لنا ما نديروهاش كامله، وفعلا استعملنا منها 250 غرام، نصف الكميه اللي استعملنا، لان البطاطا ديالنا والبيض وسميتو يعني عطاونا الميديتي في العجين ديالنا، يعني داكشي علاش ما استعملناش الكميه كلها ديال الحليب. والماء ومساله ديال الطحين، كاين الطحين اللي كيشرب كيطلب دائما نزيدوه، وكاين الطحين اللي ما كيشربش، يعني كنعطيوه في المستوى اللي بغينا منها العجين. العجينه ديالنا هي عجينه غير ماشي عجينه يعني جاريه، ماشي عجينه قاصحه، عجينه متوسطه، الليونه ديالها متوسطه ان شاء الله. ونتمنى لكم تجربوها بالطريقه اللي عطيناكم، غادي تحصلوا على نتيجه مهمه ان شاء الله. ومرحبا بكم. التشجيع ديالكم للقناه ديالنا كنطلبكم دائما تشجعوا هذه القناه اللي كتمدكم بكل جديد، وكنطلب منكم اللي تسجل في القناه ديالنا يضغط على الجرس وديروا لايك لهذه القناه اللي كتقدم لكم الجديد. الحمد لله احباب ديالنا كثار والناس اللي كيشجعونا كثار، اللهم لك الحمد، نشكر الله ونحمدوه. وكنتمنى الناس اللي ما كيعرفوناش يدخلوا للقناه ديالنا ويتعرفوا على القناه ديالنا ويطبقوا الوصفات ديالنا، وغادي تعجبهم ان شاء الله بما فيها من افاده، لانها قناه تعليميه والحمد لله. ونتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.